وفي الفيديو ده أنا مش جاية أقول لِك على products أو جاية أقول لِك على حاجات أنتِ لو اشتريتيها هتكوني بنت elegant، أنا جاية أدّيكِ الstrategy بأيًا كان الproduct اللي عندِك هتكوني بنت elegant. ما فيش حد اتعامل معايا يا جماعة إلا وقال لي ريحتِك يا سارة مميزة، إزاي بتقدري توصلي إن ريحتِك طول اليوم بتكون حلوة، ما فيش ريحة عرق وفي نفس الوقت بتكون مميزة. هاقول لكم على سر من أسراري اللي عمري ما قُلته قبل كده في موضوع الريحة ده. طيب أنا واحدة مش هاقدر إن أنا أجيب غسول أو مش هاقدر إن أنا أجيب body lotion مثلًا غالي معاه الbody splash بتاعه أو الbody. أنا مثلًا واحدة مش هاقدر إن أنا أجيب آمم shower gel ومعاه الbody lotion إمكانياتي ما تسمحش، مثلًا اوصلي لأقرب حاجة للريحة اللي أنتِ جايباها. for example أنتِ جبتِ for example صابونة أو body أو shower أو أيًا كان، حاولي توصلي للbody lotion اللي قريب جدًا لريحة الغسول اللي أنتِ جايباه. طيب ليه؟ علشان الريحة يا جماعة تثبت على جسمِك، عشان ما تبقيش حاطة كأنِك حاطة ريحتين على بعض، فالناس confused مش عارفة أنتِ حاطة أنهي ريحة، حاولي توصلي إن يكون ريحتِك كويسة جدًا. طيب غسلت جسمي بالغسول وبعدين حطيت الbody lotion، إيه اللي أعمله بعد كده؟ ممكن تستخدمي body splash وبس كده، أو ممكن تستخدمي body splash ومعاه perfume. أنا واحدة من الناس ما باحبش الbody splash على جسمي عشان باحس فيه alcohol كتير أوي فبينشف بشرتي، باستخدم perfume على طول، ومن أحسن الperfumes اللي أنا اخترتها عشان أقول لكم عليها رغم إن أنا عندي 200 perfume هو الperfume ده، لإن أنتِ ممكن تستخدميه الصبح، وممكن تستخدميه بالليل، وممكن تستخدميه الضهر، صيف، شتا، وهيكون ريحته حلوة جدًا، ولا هتكون قوية ولا هتكون وحشة، هتكون sexy وفي نفس الوقت girly، وده اسمه the good girl. تاني step في إن أنتِ تكوني بنت elegant وجميلة جدًا ما حدش يقدر يقاومها، هي إن بشرتِك تكون نضيفة. ما ينفعش تكوني بنت elegant وعندِك رؤوس سودا في وشِّك، ما ينفعش خالص، غلط جدًا. طيب إزاي أمنع الرؤوس السودا أصلًا إن هي تحصل؟ لو أنتِ بشرتِك دهنية زيي فأنتِ ممكن تستخدمي نيتروجينا غسول، أو مثلًا الغسول بتاع الروش بوزيه، أو الغسول بتاع فيتشي، أو بتاع سيرافي، أي حاجة فيها ساليسيليك أسيد. وفي نفس الوقت لازم تستخدمي حاجة ترطّب عينيكِ وحاجة ترطّب بيها وشِّك. آخر حاجة ممكن تستخدميها هي إنِّك تستخدمي moisturizer. أوكي، كل ده حلو أوي وبتعمله معظم البنات دلوقتي، إيه اللي هيميزنا؟ هو يا جماعة إن إحنا هنعمل لبشرتنا كل أسبوع تنضيف بشرة وماسك للبشرة، وعندي فيديو مكتوب عليه تنضيف البشرة باعمله كل أسبوع بالكتير أوي كل 10 أيام لبشرتي، عشان أشيل الرؤوس السودا اللي اتكوّنت والغسول ما قدرش إن هو يشيلها. وممكن جدًا لو أنتِ interested في الموضوع تستخدمي الجهاز ده، الجهاز ده خطير، عملت لكم عليه فيديو هانزّله لكم، فظيع يا جماعة، فاستنوا الفيديو بتاعه. ما ينفعش تنامي بالmakeup، ما ينفعش تنامي بالmakeup. شايفين كل اللي أنا قُلته ده؟ كإننا ما عملناهوش لو بننام بالmakeup. لازم تمسحي الmakeup بحاجة زي ده قوية تمسح لِك الmakeup، لازم. اوعي، اوعي تنامي بالmakeup، هيضيّع كل حاجة أنتِ بتعمليها. اوعي تخرجي في الصيف من غير deodorant، اوعي تخرجي في الصيف من غير deodorant، اوعي تخرجي في الصيف من غير deodorant. والdeodorant ده حلو أوي لإن هو مش بيسمّر تحت الباط، في نفس الوقت zero alcohol، zero كل الحاجات اللي بتسمّر، aluminum for example. لأ بجد يا جماعة حلو أوي نيفيا، لازم تستخدمي دول يا جماعة، مهمين جدًا، مهمين جدًا بنفس أهمية الdeodorant. وهي فرشة السنان ممكن تجيبي الإلكتريك زي اللي أنا جايباها، بجد حلوة أوي وجميلة بس مكلفة شوية. وأهم حاجة هو غسول الأسنان، هاتي أي غسول أسنان، ممكن يكون اللي بيبيض السنان بس مش لازم، بس أهم حاجة لازم تستخدمي، لازم على الأقل تغسلي أسنانِك الصبح وبالليل. من أهم الحاجات للبنات ولينا في الصيف هي إن أنتِ تعملي shaving لبشرتِك، عشان بشرتِك تكون ناعمة وحلوة. أنا باستخدم يا جماعة دي من فينوس حلوة جدًا بجد، ممكن تستخدموا أي حاجة، بس أهم حاجة تعملي shaving لبشرتِك. ما ينفعش يكون وشِّك حلو جدًا، جدًا، ومثلًا بشرة إيدِك مشقّقة أو فيها مشكلة. ده أنا لسه جايباه جديد من بالية وباجرّبه يا جماعة، وهاعمل عليه review قريب جدًا لإن هو فعلًا حلو أوي، وده سيرم بالhyaluronic acid. وممكن تستخدمي أي مرطب للإيدين عادي مش هيقول لأ، بس أهم حاجة لازم ترطّبي إيديكِ زي ما بترطّبي بشرتِك علشان ما تكبريش والتجاعيد تكون في إيديكِ وما تكونش في وشِّك، فيبان إن وشِّك كبير في السن. وطبعًا اوعي تنسي رقبتِك برضه وأنتِ بتعملي الskin care بتاعِك لازم. وأخيرًا topic أنا حابة أتكلم فيه من باب الجدعنة،
وهو اللبس، مش مهم لبسِك يكون من أنهي براند، في ناس أنا أعرفها بتلبس من الوكالة وبجد شكلها حلو جدًا، وفي ناس بتجيب من شانيل وديور وشكلها برضه معفن، فأنتِ أهم حاجة يكون لبسِك نضيف ومكوي وريحته حلوة، مش مهم من أنهي براند، أهم حاجة يكون مقاسِك طبعًا ونضيف وريحته حلوة ومكوي. بس كده يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعي النهارده عن البنت الelegant، وقولوا لي لو أنتم حبيتوا الفيديو والّا لأ، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس اللي محتاجاه. Thank you يا جماعة إن أنتم وصلتوا لحد هنا، وقولوا لي تحبوا الفيديو الجاي يكون عن إيه.